نبدأ على بركة الله. إخواني الكرام، يحل علينا يوم عاشوراء 10 من شهر محرم الذي يكفر صيامه ذنوب سنة ماضية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ومن الأيام التي لها خصوصية يوم عاشوراء، وهو اليوم 10 من شهر الله المحرم، ذلكم اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وملئه. فمن بين أهم الأحداث التي وقعت في يوم عاشوراء الحدث الأول نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده. وترجع هذه القصة إلى مئات السنين المتقدمة، حين تكبر فرعون وعلا في الأرض ونكل ببني إسرائيل، فجمع موسى عليه السلام قومه للخروج وتبعهم فرعون. فجاء الوحي في ذلك اليوم العظيم بأن يضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فلما رأى فرعون هذه الآية العظيمة